جميل من أمجد كلف، لاعب وجناح الايمن لفريق الزوراء، يمر بشكل جميل. امجد يتواصل مع الهجمه، يعكس كره الى جهه اليسار. حسين علي، حسين علي بينه وبين احمد عبد الرضا، يحاول يمر بالمهاره. حسين علي يمتلك المهاره والاداء والتهديف. حسين علي، الله 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 الله، حسين علي يظهر في محاولة رائعة على مرمى القوة الجوية، مر من أمام 3 لاعبين لفريق القوة الجوية وسدد كرة قوية مرت من فوق المرمى للحارس فهد طالب لتصبح ركلة مرمى القوة الجوية. كرة عالية، كبيرو حاول ارتقاء من أمام تبعد كبيرو. نديم الصباغ مدافع اليسار، كرة للمنتصف، هناك خطأ لصالح نادي الزوراء. ركلة حرة مباشرة للزوراء. 14 دقيقة تفصلنا عن النهاية الكاملة للمباراة. عاد الوقت اللي يضيفه الدولي علي صباح، عاد الوقت اللي يضيفه الدولي علي صباح، الحكم اللي واضح في الصورة أمامنا علي صباح، عنده استحقاق آسيوي على مستوى دوري أبطال آسيا وأيضا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لروسيا. علي صباح، كل التوفيق لمهند وعلي صباح وكل حكامنا الدوليين والحكام درجة أولى، وإن شاء الله الصافرة التحكيمية تكون بخير بعد ما كان هناك لغط كبير من خلال المرحلة الأولى على مسألة التحكيم، لكن إن شاء الله من حكامنا يكون أكثر إدراك للقرارات التحكيمية بشكل ممتاز حتى لا تؤثر على نتائج الفرق وسبب مشاكل كثيرة للدوري العراقي. هم كلهم متميزين حكامنا، كلهم متألقين، كلهم مبدعين، لكن الأخطاء واردة من الحكم، من اللاعب، من أي شخص يعني موجود ومعني في المباراة. طبعا الأخطاء هي موجودة، وحلاوة المباريات هي دائما الأخطاء، والمباريات تلعب على الأخطاء. رمية جانبية، نديم، هي كرة مهند، عبد الرحيم، أمجد، حاولوا كرة خطيرة على جول. على يسجل للزوراء، وهذا جمهور الزوراء في ليل بغداد الجميل، في ليل بغداد الجميل. على يسجل للزوراء بكرة ولا أروع، بكرة ولا أجمل من علاء بعد أن هياها أمجد كلف. أمجد كلف يهيئ كرة على طبق من ذهب لعلاء اللي أسكنها بعيد عن فهد طالب ليسجل الزوراء الهدف الأول في الكلاسيكو في هذه المباراة. الله الله الله، تشتعل أجواء المباراة وتشتعل المدرجات لجمهور الزوراء بهذا الهدف عن طريق علاء. انتظرنا الهدف وجاء أخيرا وفي الربع ساعة الأخيرة. هذه الكرة بالإعادة، مهند، بدأت من مهند لأمجد كلف، لكلف لعلاء، علاء بعيدة عن فهد، بعيدة يا فهد، بعيدة يا فهد، بعيدة، وتجعل الأمور سعيدة للزوراء، سعيدة. والقوة الجوية اللي حاول من خلال الشوط الأول وكان هو أكثر فاعلية من الزوراء، لكن لم يسجل الزوراء بعد محاولتين لعلاء، والثالثة ثابتة من علاء، الثالثة ثابتة من علاء، وهدف في هذه المباراة. الجمهور اليوم يوم الجمهور. اليوم هل سيكون يوم للزوراء على حساب القوة الجوية، خطأ للزوراء ينفذ. أمجد كلف، أمجد قريب من الخط الجانبي إلى خارج الملعب لرمية جانبية للزوراء، تنفذ بشكل سريع. مهند الثاني خلاص، لكن القوة الجوية لا زال عند الأمل، لا زال عند الطموح. فريق كبير، والكبار لا تسقط بسهولة. الجوية في أي لحظة يعود، الزوراء في أي لحظة يسجل، لأن هذه المباراة فيها الأهداف، والكل يتذكر مباراة 3-3، المباراة التعادل، هو المباراة الوحيدة اللي انتهت بهذه النتيجة، كانت قمة في الإثارة. الزوراء سجل هدف التعادل في الدقيقة 95 في تلك المباراة. هذا موسم 2012-2013،
يعني ممكن القوة الجوية، ممكن الزوراء يسجل هدف ثاني ويذهب بعيدا بنتيجة المباراة على حساب الغريم، على حساب العريق، على حساب الكبير، على حساب المنافس، على حساب القوة الجوية. هذا هدف علاء، هذا هدف علاء، هدف الثاني في الكلاسيكو علاء. 2005-2006 سجل، انتظر 11 عام ليسجل في مرمى القوة الجوية على عبد الزهرة. هدف الثاني في الكلاسيكو في مواجهات الفريقين. كرة النقل الوسط على عبد الزهرة، على ينقل الوسط اقرب لصفاء اللي اشترك من خلال الشوط الثاني لفريق الزوراء. سامال سعيد، احمد عبد الرضا. سنشاهد 9 دقائق مثيرة من نار، سنشاهد 9 دقائق من نار، من نار في ليل بغداد الجميل، في ليل بغداد اللي تغنى فيه المتنبي وقال: بغداد أنت نجوم الليل والظلم، بغداد أنت شفاء العين من رمدي، بغداد أنت لقاء الله بالأمم. هذا ما قال المتنبي. وقالوا: لقد أضحت خطاها كليلة وقد أشبعت من حاسديها تهكما. أقول لهم: لا، هذا الكلام مستحيل. بغداد تسمو بأهلها ولم تبتئس يوما إذا الليل أظلم. قالوا الشعر في بغداد، تغنوا في بغداد شعراء المطربين. كرة للزوراء خطيرة، كلف أمام منطقة الجزاء. مهند عبد الرحيم، عبد الرحيم عبد الرضا أمام مهند عبد الرحيم. ركلة جزاء، ركلة جزاء للزوراء، ركلة جزاء للزوراء في الكلاسيكو. 14 ركلة جزاء، 8 للقوة الجوية، 6 للزوراء. سجلوا من خلالها جميع اللاعبين. هذه ركلة جزاء، ركلة جزاء لفريق القوة الجوية، ركلة جزاء آسف للزوراء. للزوراء مهند عبد الرحيم يصنع الفارق، وركلة جزاء للزوراء. وبطاقة صفراء لحمادي، بطاقة صفراء لحمادي الزوراء. مرور من أمام علي بهجت، وأحمد عبد الرضا يقع في المحظور. أحمد عبد الرضا يقع في المحظور، لاعب ومدافع القوة الجوية. وعلي صباح لم يتوانى باحتساب ركلة جزاء للزوراء. حمادي بطاقة صفراء، حمادي بطاقة صفراء، حمادي بطاقة صفراء. بدأت أعصاب لاعبي الزوراء. ركلة جزاء إذا للزوراء. مهند عبد الرحيم، مهند عبد الرحيم على موعد للتسجيل في الكلاسيكو، للتسجيل في الكلاسيكو. لم يسبق لمهند أن سجل. مهند العائد لعش الصقور، لعش النوارس، العائد لعش النوارس. مهند عبد الرحيم على التنفيذ لركلة الجزاء. مهند واحد من أسماء السيف. طبعا اسم مهند واحد من أسماء السيف. ومهند هل سيكون السيف القاطع ليسجل الهدف الثاني ويبتعد من نتيجة الزوراء؟ عصام سيعيش ليلة سعيدة، سيعيش اليوم أجواء الفرح عصام حمد مع جمهور الزوراء الكبير، لكن جمهور القوة الجوية اللي انتظر فريقه في هذه المباراة. النتيجة الآن 1-0 للزوراء، ومهند على موعد لإدراك هدف ثاني. مهند يتقدم. الله على فهد، الله على فهد، يبقي على حظوظ الصقور. فهد طالب يبقي على حظوظ الصقور. الشوط الثاني، اوه يا له من شوط الشوط الثاني. الشوط الثاني شوط من نار، شوط من نار. فهد، الله على فهد. تبقى كبير، تبقى كبير القوة الجوية. خطيرة، جول جول جول، التعادل جول، التعادل جول. الجوية، الله الله الله
مباراة دراماتيكية دراماتيكية دراماتيكية. البديل أمجد، الله على أمجد، الله على أمجد، يسجل للقوة الجوية هدف التعادل. الله على أمجد، راضي 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 راضي، والجمهور راضي والجمهور راضي. فهد البطل، فهد اللي يبقى على حظوظ القوة الجوية، اللي يبقى على حظوظ الجوية في مباراة من نار من نار من نار. ومدرجات القوة الجوية تشتعل بالنار بالنار. كرة عالية، لاحظ لاحظ، حمادي حمادي حمادي، وأمجد راضي، أمجد راضي بهدف ولا أروع، بهدف ولا أجمل. هدف التعادل، هدف التعادل. الزوراء كان الأقرب، الزوراء لو سجل الثاني خلاص الجزاء ضاعت، ركلة الجزاء ضاعت. الجوية استفاد من هذه الميزة، ضياع ركلة الجزاء وأدرك هدف التعادل عن طريق البديل أمجد، عن طريق البديل أمجد. الله يا أمجد، الله يا أمجد، هدف التعادل. الله متعونا اليوم، الله أي امتاع في هذه المباراة، أي امتاع، أي لحظات عشناها في الكلاسيكو، عشناها في الكلاسيكو. يتلقى بطاقة صفراء، بطاقة صفراء، بطاقة حمراء. هو أجب التعادل، هو سجل التعادل. هذه نقطة التحول، هذه نقطة التحول في المباراة، هذه نقطة التحول في المباراة. هذا فهد، هذا فهد اللي أعاد القوة الجوية. فهد اللي أعاد القوة الجوية للمباراة. فهد، هذا تحسب لفهد. كرة في المنتصف، دقائق مجنونة، مباراة مجنونة، مباراة مجنونة 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 في كلاسيكو العراق. 14 تعادل، 1-1. اليوم هو التعادل 15 من خلال التعادلات السابقة والحالية. الآن بهذه النتيجة التعادل 1-1، 14 لقاء انتهى 1-1. هي أكثر نتيجة تكررت في لقاء الفريقين. إذن 1-1 من جديد تتكرر هذه المرة ومن خلال هذه المباراة. ركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة لصالح القوة الجوية. بشار على تنفيذ الخطأ، يلعبها خطيرة خطيرة، وحمادي إلى الخارج. حمادي يريد يسجل، حمادي يريد يسجل في مباراة اليوم. حمادي أحمد. أمجد راضي، أمجد راضي. مهند كان قريب من أن يسجل هدف الأول في مباريات الكلاسيكو مع الزوراء، لكن أمجد راضي يسجل لفريق القوة الجوية هدف الأول في الكلاسيكو. أمجد راضي هو هدف التعادل في مرمى الزوراء. محمد قاسم على التنفيذ لركلة المرمى. قاسم، كرة عالية للوسط، أمامية الرأسية. أمجد كلف إلى حسين علي. الصراع لا زال، الصراع موجود. قبل دقيقة من نهاية المباراة حمادي يلعب كرة أمامية. أمجد ممكن الثاني. بديل ناجح للمدرب باسم قاسم، بديل ناجح لباسم، بديل ناجح لباسم. يلعب كرة لهمام بدلاء القوة الجوية من خلال الشوط الثاني. كرة إلى خارج الملعب لرمية جانبية، إلى رمية جانبية تنقل الوسط على عبد الزهرة. علاء شعلة من نار في الشوط الثاني. علاء يلعب كرة لمهند عبد الرحيم. مهند يخطف الكرة. مهند ممكن الثاني. الزوراء يبحث عن الثاني. الثاني خلاص تلعب عالي. أمجد كلف، أمجد كلف يحاول استقبال الكرة من أمام تمر، تعود إلى جهة اليمين. تلعب الكرة عكسية داخل منطقة الجزاء. همام الإبعاد بالشكل المطلوب عن طريق مدافع أو لاعب الوسط لفريق القوة الجوية. همام. سعد ناطق، سعد يلعب كرة. حسين علي، حسين يعيد الكرة الخلف إلى نديم الصباغ. خلاص 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 90 دقيقة خلاص، 90 دقيقة خلاص. وتعود لحارس المرمى محمد قاسم. كرة عالية للوسط، هجوم الآن قوة جوية عادة. حسين الجويد يلعب كرة لأمجد كلب، بعيد عن أمجد، أقرب لعلي بهجت. علي، هيا علي. بشار، بشار يفقد الكرة، تعود لخط الوسط لهجوم قادم الآن لفريق نادي الزوراء لكن تبعد. سعد ناطق، سعد للوسط. سعد، صراع
خط الوسط، صراع خط الوسط. اليوم مباراة الوسط. هذا زيد ثامر الحكم الرابع يشير إلى دقيقتين. طبعا علي صباح هو اللي أشار لزيد. دقيقتين وقت محتسب بدل ضاع. دقيقتين. الشوط الأول ما ضاف حكم المباراة ولا دقيق ولا دقيق ولا دقيقة. وحمادي وأمجد راضي يسجل التعادل للقوة الجوية. لكن ركلة الجزاء هي اللي منعت الزوراء من الفوز في المباراة أمام تألق هذا الحارس المميز، هذا الحارس الكبير، حارس مرمى القوة الجوية فهد. هذا مشجع دخل إلى الملعب، هذا مشجع يدخل إلى الملعب. ما نتمنى هذه الأمور. المباراة مرت بشكل ممتاز جدا، بشكل طبيعي وبشكل انسيابي وبأجواءها الجميلة الرائعة، بهذا الحضور الجماهيري الكبير اللي يقدر ب45,000 متفرج. يعني هذا الحضور اللي يبعث برسالة إلى الاتحاد الدولي: خلاص مللنا الانتظار وأنتم تحكمون علينا بأنه عدم اللعب على ملاعبنا. لذلك نطالب الفيفا ونطالب الاتحاد الآسيوي ونطالب الجميع الوقوف مع العراق من أجل رفع الحظر الدولي عن الكرة العراقية وعن الملاعب العراقية. هذا هدف التعادل، هدف التعادل للقوة الجوية، هدف التعادل للقوة الجوية في مرمى الزوراء. خلاص زوراء أضاع ركلة الجزاء، القوة الجوية تعادل. مباراة دراماتيكية. هذا اللي كنا نتأمله في الشوط الأول، هذا اللي كنا ننتظره في الشوط الأول، جاءنا في الشوط الثاني وفي الربع ساعة الأخيرة من المباراة. لكن استمتعنا في هذا اللقاء. صافرة حكم المباراة الدولي علي صباح تطلق لنهاية كلاسيكو الوطن، لديربي بغداد، لمباراة السوبر العراقي بين القوة الجوية والزوراء، تنتهي بالتعادل حبايب، ليتقاسم الفريقين نقاط هذه المباراة. الزوراء يبقى في المركز الثالث والقوة الجوية في المركز السابع. لذلك مباراة كانت شيقة خصوصا في الشوط الثاني، مباراة جميلة بكل أشكالها، في مباراة قمة. استمتعنا وإياكم في هذه المباراة، والنقل المباشر عبر شاشة الوطن العراقية الرياضية، وإن شاء الله العراقية الرياضية لكم وإليكم دوما تبقى على الدوام.